يحكم هذه الديار، لأنه لا يقال ملك إلا إذا حكم الإسلام تلك الديار. فهذا مبشر مبشرات الدين، أن الدين سيكون هو الظاهر على كل الأرض مشارقها ومغاربها. ويؤكد هذا ما ورد في حديث تميم الداري رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الشرك وأهله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المنبر من منابر التي توصل الدين إلى كافة أصقاع الأرض، وأن تبلغ دعوة السلف الصالح ما بلغ الليل والنهار. لأننا في الحقيقة عندما نستقرئ ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة نجد أن المستقبل لهذا الدين وبفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليه، بمعنى أن منهج السلف الصالح هو الذي سيرث الأرض. نعم. لا الفكر الصوفي ولا الفكر الرافضي ولا الفكر المعتزلي ولا الفكر الجهمي ولا الفكر الأشعري ولا شيء مما ينتسب من هذه المسميات للإسلام. كما بدأت الرسالة صافية نقية تتلألأ ستعود نقية صافية تتلألأ. كما أن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هو الذي أقام الخلافة الأولى بعد النبي، هو الذي سيقيم الخلافة الثانية في آخر الزمان التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حيث قال: ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة إلى ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عضوضا إلى ما شاء الله، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا إلى ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. فسكت النبي. الذين أقاموا الخلافة الأولى خلافة الراشدين هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والذين سيقيمون الخلافة القادمة إن شاء الله بعد الملك الجبري والعضوض هم أتباع أصحاب النبي، من هم على سبيلهم، من هم على منهجهم، من هم على طريقتهم في العلم والتربية والسلوك والسياسة. الذين لا يدخلون هذه الحلقات المظلمة ويتكادمون على السياسة والسلطة تكادم الحمير، كما جاء في حديث ابن عباس عند الطبراني بإسناد صحيح، قال: يتكادمون عليها تكادم الحمير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم من هذا المستقبل المشرق نصيب، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، ونجعل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الله يجزاك خير فضيلة الشيخ ويبارك فيك. أنا في الحقيقة يعني كتاب فضيلتك عن الجماعات الإسلامية اللي موجودة على الساحة، نحاول ان احنا نستفيد من رؤية فضيلتك للواقع المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، لأننا في الحديث جال في ذهني خاطر حول الملك العضوض وتفسير الملك العضوض. شيء يعني جال في خاطري فيما يتعلق بالإخوان المسلمين وحرصهم على الوصول إلى السلطة والملك على مستوى خلافة عالمية. البوادر ظهرت عندنا في مصر من خلال السعي الحثيث على أن يصلوا إلى السلطة بكل سبيل، حتى ولو كان على حساب الثوابت الإسلامية أو على قضية تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنهم كانوا بيرفعوا شعار الإسلام هو الحل. لكن لما وصلوا عندنا فكانت القضية غير المعلن عنه سلفا. يعني أنا عايز أتكلم على الإخوان من وجهة نظر فضيلتك، وأيضا ما يتعلق على أو ما يتعلق بالإخوان المسلمين في الأردن وتطلعاتهم. هل فعلا زي ما احنا متوقعين إن هم بيسعوا إلى الوصول في الأردن
بأن تكون الحالة نموذج مشابه للحالة الموجودة في مصر؟ رؤية فضيلتك للإخوان المسلمين بشكل عام يحفظك ويحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين فقد كانت لي نظرة فيهم منذ ما يقارب 37 عام. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا كله بفضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم بفضل شيخنا الإمام الألباني رحمه الله ثانيا. رحمه الله. فقد ألفت كتاب الجماعات الإسلامية سنة 1399 هجري الموافق ل 1979 ميلادي، وتكلمت فيه بعد تجربة مع الجماعات 34 سنة تقريبا. نعم سواء. أنا يعني فطرت أو ألقي في نفسي وفي تفكيري أن المسلمين ينبغي أن يكونوا يدا واحدة، لا تقوم للمسلمين قائمة إلا إذا توحدوا تحت راية الإسلام. نعم. وإذا توحدوا تحت كلمة التوحيد. كنت شابا في أيامها فرأيت تفرق الجماعات، هذا إخوان وهذا تحرير وهذا تبليغ وهذا صوفي وما شابه ذلك، فعقدت العزم على أن ألتقي برؤوسهم في الأردن. أدعوهم وأنا الشاب الصغير وقتئذ قد لا يؤبه له، أدعوهم وأذكرهم بواجبهم الشرعي أن يكونوا يدا واحدة. فكان اللقاء مع مراقب الإخوان المسلمين يومئذ محمد عبد الرحمن خليفة، وكان لقاء أيضا مع أمير جماعة التبليغ كان يسمى أبو مصطفى الرفاتي رحمه الله، وكان لقاء مع أميره التحرير في الأردن الشيخ محمد الداعور. كان القصد أن نذكرهم باللقاء وبالتحاب وبالأخوة والاجتماع، قوة المسلمين في اجتماعهم. فلما رأينا أنهم كل يريد نفسه، كل حزب بما لديهم فرحون، أو كما قيل اتفقوا على أن لا يتفقوا، بدأت أكتب هذا الكتاب من ملاحظاتي من خلال ما عرفت عنهم. تفاعل واقع معهم. نعم، يعني هذا الكتاب جاء يعني تجربة، نتاج تجربة، ليس كما يقولون حبيس المكتبة. لأن يتهم العالم بأنه لا يعرف الواقع، بأنه حبيس المكتبة، حبيس جدران مملوءة بالكتب، واخذ من الكتب وخلاص. ما أعرف الواقع يعني. نحن الحمد لله تفاعلنا بالواقع منذ 4 عقود ونيف. فجماعة الإخوان المسلمين جماعة، أنا أقول أنها جماعة باطنية. باطنية. نعم. وأنا متفق معك في أسس تفكيرها، منهجها وعقيدتها وخطوات الدعوة فيها على أساس باطني. هناك باطن وهناك ظاهر، وهذا الكلام ليس تقولا عليه، إنما هو ما يعترف به رؤوسهم ومنظروهم ومن سلخ عمرا مديدا. فرئيس النظام السري في جماعة الإخوان المسلمين صالح عشماوي في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين يذكر أنهم عندما بدأوا بتأسيس الجماعة طلعوا على مخططات المافيا، مخططات الصهيونية، مخططات الثورة البلشفية، مخططات إخوان الصفا، هذا يذكره بالحرف الواحد في كتابه. عايز ياخذ منهم النظام الداخلي للمرحلة، للدعوة، للمنهج. فجماعة تؤسس على هذا المنهج يعني سيكون يعني ثمارها كما يقول الحصاد المر. نعم. حصاد مر وثمار سيئة. الإخوان المسلمون فيما يظهر لي من خلال دراسة عميقة لمناهجهم وما كتبوهم أنفسهم على أنفسهم،
أنهم يريدون الوصول للسلطة بأي ثمن. فإذا كانت الثورة تريد أن توصلك إلى الحكم فهم مع الثورة. إذا كان الخروج المسلح يوصلك إلى الحكم فهم مع الخروج المسلح. إذا كان الدعوة والتربية يوصلك إلى الحكم فهم مع الدعوة والتربية والتأصيل، وهكذا يتخذون لون الإناء الذي يوضعون فيه. الكلام اللي كتبه الشيخ حسن البنا في الرسائل، أو الأستاذ حسن البنا في مجموعة الرسائل، في تصنيفه للناس على إن إما مؤمن بدعوتنا أو متردد أو نفعي أو متحامل. نعم. هذا الكلام في تصور الشيخ حسن البنا اللي أنا بعتبر فيه من ناحية التنظير الفكري لما جاء يقيس كلامه على كتاب الله وعلى سنة رسوله، إن يجعل الإسلام محصور في جماعة الإخوان المسلمين، إن هم المسلمون فقط، يعني اللي مش معانا هيبقى متحامل علينا أو هو نفعي أو متردد. المسألة دي كفكر لازم يكون لها تبعات في تقسيم الأمة الإسلامية، فيجعل المسلمين إما إخوان مسلمين وإما غير إخوان مسلمين في نظرتهم هم في التعامل. لكن فيما يتعلق بهذه المسألة هي اتضحت الآن. ممكن في الوقت السابق أو أيام فضيلتك كتبت كتاب الجماعات الإسلامية أو الموجودة على الساحة يعني وأفكارها، ما كانش الانتباه للمسألة، لأن يعني بهذا الوضع الخطير اللي احنا موجودين فيه الآن، لأن احنا بنعاني الآن مرارة كثيرة جدا جدا، سواء كان من الناحية الاقتصادية أو من ناحية رؤيتنا لمصر وهي بتنهار، أو رؤيتنا للبلاد الإسلامية المقبلة على مثل هذه الحالة اللي احنا فيها في مصر. فضيلتك فيما يتعلق بموضوع الأردن والواقع الأردن وواقع الدول الخليجية من منظور جماعة الإخوان المسلمين على حسب رؤيتك أنت في الكتاب أو كده. بالنسبة لما ذكرت فضيلة الشيخ أن الإخوان المسلمين ينظرون لأنفسهم بأنهم جماعة المسلمين، وهذا أنا نقلت نقولا عن حسن البنا في الكتاب هذا وعن مؤلفات سعيد حوا أنهم يعتقدون أنهم جماعة المسلمين، وأن الذي لا يبايع البنا في نظر أو المرشد أو كما يقولون يعني هو المرشد لأنه خليفة البنا. فيما يقولون عرفنا الجنة عن طريق البنا. طب الرسول كل ما في الإسلام حسن، ويكفي أنه من كلام الإمام حسن. كل ما في الإسلام حسن لأنه من كلام الإمام حسن. الإمام حسن أنت عشت معهم كثير. فهم ينظرون لأنفسهم من حيث التنظير العلمي قديما أنهم جماعة المسلمين. ولذلك يذكر الشيخ حسن البنا في مذكراته يذكر حادثة أن بعض الذين كانوا معهم انشقوا عنهم فعاملهم معاملة الخوارج واعتدى عليهم بالضرب وما شابه. هذا مذكور في المذكرات. الآن بدأ يظهر هذا الكلام على الواقع. هذا كان كلام نظري وكان يخطط له ويعمل تحت الأرض. الآن أصبح بما يسمى الربيع العربي أو ما قيل عنه الربيع العربي. صدقوا أنفسهم أنه في ربيع وهو خريف حقيقة. خراب. صدقوا أنفسهم. الآن يكفي سقوط الإخوان المدوي المرعب تهافتهم أنهم تنكروا لدعوتهم، تنكروا لكلامهم. كانوا يكفرون الحكام لأنهم لا يحكمون بالشريعة، وكان خلافنا معهم حول مسألة الحكم. نحن نقول بالتفصيل السلفي فيها هناك كفر ينقل من الملة وهناك كفر لا ينقل من الملة حسب كلام العلماء. كانوا يعارضوننا بل يتهموننا بالإرجاء لهذه العملية كما ذكر محمد القطب في كتابه واقعنا المعاصر. فالآن لما تولوا الحكم سواء في تونس سواء في مصر سواء في أي بلد من قبل في السودان ومن غيرها، هل حكموا بالشريعة؟ لا معاذ الله. بل إن الدساتير التي أنتجوها هي شر من الدساتير التي كانت من قبل. موجودة قبل. نعم.
وهذا ما سمعناه من الذين تحالفوا معهم وأيدوهم، وكانوا يقولون للشباب السلفي بأنه يجب انتخاب الإخوان المسلمين لأنهم أفقه منا سياسيا، فتبين أنهم لا يفقهون في السياسة ولا يفقهون في الشريعة. هذا انهيار. تقاتل من أجل 80 سنة وأنت تقول الحكم لله، الإسلام هو الحل، ثم في أول ما يبوئك الله الحكم لا تحكم بالشريعة. إن كنت لا تستطيع أن تحكم بالشريعة فاعتزل حتى يجعل الله لك مخرجا ويجعل الله لك سبيلا. أما أن تشارك المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وتعمل كوكتيل إسلامي أو ياسق إسلامي جديد، هذا والله إنها لأحد الكبر. على كل، جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم يجمعها التنظيم الدولي، وهم يأتمرون بأمر المرشد، وإن قالوا لا نأتمر بأمر المرشد. هو الذي ينصب وهو الذي يعزل. صحيح، هذا فكرهم. والإخوان في الأردن على نفس المسيرة، حتى أن بعضهم، عندنا رجل يسمى زكي بن رشيد كان يقول بسقوط النظام السوري يكتمل الهلال السني، لأن النظام السوري يشكل الهلال الشيعي. الهلال الشيعي يتكون من إيران، العراق، سوريا، لبنان. حزب اللات، أنا أسميه حزب اللات وليس حزب الله، الله بريء منه. الآن لا، حزب السني تركيا، سوريا، الأردن، مصر، تونس. طب لسه الأردن. ما هي الأردن ما هي آخر المطاف. فهم يطمعون للحكم في كل بقعة يوجد لهم تنظيم. هذا أمر لا يخفى وهم لا يخفونه، لكن نحن نقول نحن معكم نطمع إلى الحكم، لكن نحن لا يهمنا من يحكم، يهمنا بما يحكمنا، بماذا نحكم. نحن يهمنا أن نحكم بالشريعة واتباع الشرع في الوصول للحكم، ما فوت الشيء. يعني نحن يهمنا أن نحكم بالشريعة، ويهمنا أن يحكم الإسلام، لكن ليس أن نحكم نحن أو غيرنا. نحن يهمنا أن يحكم الإسلام، ولو ولي علينا عبد حبشي لسمعنا وأطعنا، كما جاء في حديث العرباض ابن سارية: عليكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. لو في نقطة تانية فيما يتعلق بالهلال السني أو المصطلح بتاع الهلال السني، هل السنة اللي بيتكلموا عنها هي السنة التي كان عليها أئمة السلف، ولا السنة بتاع الأشعرية والصوفية اللي دعا إليها حسن البنا أو كان عليها حسن البنا؟ لأن السنة هم اللي يقصدوا بها كمصطلح السنة في مقابل الشيعة. نعم. لكن احنا لما تيجي تتكلم مثلا على السعودية أو دول الخليج اللي قامت فيها الدعوة الإصلاحية، قامت على أساس سني يتبع الكتاب والسنة ويقدم النقل على العقل. صحيح. في منهج السلف الصالح اللي هو المنهج السلفي. نعم. كتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فمسألة الكلام على إن هم هيعملوا هلال سني، فالمقصود بالسنة برضه حتى لا يخدع فيها الناس صوفية حسن البنا أو أشعرية حسن البنا. نعم. السنة عند الإخوان ومن صار على منهجهم هو من لم يكن شيعي، ما لم يكن شيعي. كل إنسان ليس شيعيا هو سني عندهم، سواء كان صوفيا أو عقلانيا أو قبوريا ماتريديا أشعريا عقلاني علمانيا إسلاميا كما يقولون، هذا سني عندهم. هذه ليست أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين تسموا باسم السنة، يعني بما كان عليه الرسول وأصحابه، كما جاء في الحديث: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر لكلام النبي: اليوم. هذا كلمة اليوم مربط الفرس، ليس بعد الاختلاف وإنما قبل الاختلاف. السنة هي ما كان يعبر عنه علماؤنا: الكتاب، السنة الصحيحة،
بفهم أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان، الثلاثة القرون الأولى المفضلة، هذه أهل السنة والجماعة. هؤلاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة في منهج ومذهب الإخوان هو ما إذا كان أشعري فهو من أهل السنة، إذا كان صوفي فهو من أهل السنة، لو كان قبوريا فهو من أهل السنة، ولو كان شيعيا ولو كان شيعيا محسنا، شيعي محسن عادي. كما يعني تعاونوا وتعاهدوا مع نواب صفوي، وكما تعاونوا مع القمي في دار التقريب في مصر، وكما تعاونوا مع الخميني. هم يرون فيه لذلك هم قدوة لما قامت ثورة الروافض في إيران، أذكر في 79 عقدوا مؤتمر عندنا في الأردن في مسجد يسمى مسجد الحسيني، هذا المسجد أكبر مسجد في العاصمة. وقف أحدهم وهو كان من مجلس الشورى عندهم، قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في إيران. وكان يعلم التلاميذ الطلاب أغنية للخميني، كان يقولون: آية الله الخميني جاءنا بكل زين يا منانا يا منانا. هكذا. فلما وقفنا لهم وبينا لهم، كان أحدهم يقول: المسلم الشيعي الذي يحارب الطواغيت خير من 1000 مسلم سني لا يحارب الطواغيت. أي طواغيت تحاربونهم وأنتم الآن تحكمون بما يحكم به الطواغيت، وتسيرون على أثر أولئك الطواغيت، وتظهرون ما لم يظهره هؤلاء الطواغيت كما تسمونهم أنتم. نحن لا نسميهم هكذا، نحن نقول هؤلاء حكام مسلمين ندعو لهم بالهداية وندعو لهم بالإصلاح، كما أن الحاكم بحاجة إلى إصلاح، المجتمع بحاجة إلى إصلاح. نعم. كما أن الراعي بحاجة إلى إصلاح، الرعية بحاجة إلى إصلاح. كما أن الرعية مأمورة بالصبر على الحاكم، الحاكم مأمور بالصبر على الرعية. نعم. وكما يقول شيخ الإسلام، جعلها قاعدة اجتماعية تاريخية، قال: لما خرجوا على الحكام لا زلنا في شر ذلك الخروج، خروجهم على عثمان رضي الله عنه. لم ينعقد للأمة عقد بعد عثمان رضي الله عنه. فتن تعددت، فتن كقطع الليل المظلم. يظنون أننا عندما نقول لا يجوز الخروج على الحكام أننا نداهن أو نماري أو نصبح عملاء لهم. لا، نحن ننظر إلى الآثار الفتن المترتبة على الخروج على الحكام، كما قال علماؤنا: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. صحيح. 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة بدون إمام. وهذا ما يسمى بالفراغ الدستوري. ما في دولة، سيقتل القوي الضعيف، ستنتهك الأعراض، ستدمر الآن نحن بعد 2 من الثورة في مصر، نسأل الله أن يحفظها اللهم آمين بالإسلام، ويحفظها بالقرآن، ويحفظها بالسنة، ويحفظها بعلمائها الذين لا يخافون في الله ولا لائم. بعد 2 من هذه الثورة نرى القتل والتدمير وحرق الممتلكات وحرق المباني وظهور فئات. صراحة شيء عجيبة يا فضيلة الشيخ. هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا. وأنا أنظر كما قال مدير استخبارات اليهودية الصهيونية، قال: لقد شرخنا مصر شرخا لا يمكن أن تقوم بعده. هذا في 2010. لأن انقسام المجتمع المصري، الاستقطاب، حالة الاستقطاب في المجتمع المصري، كلهم مسلمون. 95% من أهل مصر مسلمون الحمد لله، كلهم يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نحن نريد الإسلام، لكن لا نريد إسلام الصوفي أو إسلام الإخواني أو الإسلام الأشعري. نحن نريد إسلام محمد بن عبد الله، كان عليه النبي عليه السلام والصحابة، ما كان عليه النبي، ما كان عليه محمد، ما كان عليه أبو بكر، ما كان عليه عمر، الذي يجعل المجتمع متآخيا متحاببا مترابطا كالجسد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الذي نريده. الآن أصبح المسلم بلحيته بثوبه كأنه مرعب مخيف. أصبح الناس يفرون ويطعنون بل يلعنون بل يسبون عندما يرون المشايخ. انعكست الصورة سيئة على الإسلام والمسلمين. وهذا تخطيط أمريكي. لما جاءوا بثورة الخميني مباشرة أعلنت الحرب 8 سنوات تقتيل في العراق، حرب حتى يقول لك هذا هو الإسلام الذي تريدونه، قتل، خوف، تدمير، لا رخاء اقتصادي، لا أمن سياسي. أصبح الإنسان لا يأمن على نفسه، لا على عرضه، على أمواله. وأنا بهذه المناسبة أذكر أهل مصر وأذكر كل المسلمين في كل البلاد أن الملف الأمني أهم ملف في حياة المسلم، أهم من الملف السياسي، أهم من الملف الاقتصادي، أهم من الملف الاجتماعي. انظروا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أصبح آمنا في سربه، نعم، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا. قدم الأمن على كل شيء. والله لو كنا نملك الملايين والمليارات وعندنا كل ثروات الدنيا إننا لا نستطيع بدون أمن أن نستمتع بها أو نستثمرها أو نوجهها في خدمة المجتمع. هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام نصحنا بالبعد عن الفتن وأمرنا بالبعد عن الفتن، وكنا نتمنى، وده سؤال يعني لفضيلتك فيما يتعلق بالمشايخ الحزبيين زي المشايخ اللي قادوا هذه الفتن، مثل إخواننا اللي دعوا الناس إلى النزول في المظاهرات والوقوف في الديمقراطية كوسيلة للوصول للسلطة وأشياء من هذا القبيل بشفافية وصراحة، زي الشيخ محمد حسان ومحمد عبد المقصود وبعض إخواننا الدعاء، اللي احنا كنا بنقول يعني إن منهج الإسلام هو اللي بيحكمنا، والشريعة والالتزام بالكتاب والسنة هو اللي بياخد بإيدنا إلى النجاة والبعد عن الفتن. لكن الآن أصبحت الصورة صورة يعني قاتمة. أنا عايز يعني بصراحة برضو وجهة نظر فضيلتك فيما فعلوه والنصيحة اللي تقدم إليهم حتى يلتئم الشمل مرة أخرى وتجتمع الكلمة. الله يبارك فيك الشيء. بالنسبة لما حدث، وهذا أنا كنت أتوقعه من هؤلاء، وهو ليس جديدا على يعني خبرتي به، فأنا أعرف هؤلاء جيدا، وهؤلاء ينتسبون للدعوة السلفية، وفي الحقيقة منهجهم ليس سلفيا. هي بس الناس يظنوا أن هم الآن أنا سأوضح للناس. صدق. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هناك فرقة تسمى الفرقة السرورية. هذه الفرقة السرورية هي من ثمار الإخوان المسلمين، لكنهم في عقيدتهم بمجملها فيما يظهر للناس يعني هم يؤمنون معنا في مسائل القدر ومسائل الصفات على العموم ومسائل كثير، لكن في مسألة الحكم لا يعتقدون معتقد السلف. عندهم مجرد ترك الحكم بما أنزل الله وكفر مخرج من الملة، لا يذهبون إلى التقسيم أو القول الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه، كفر دون كفر. نعم. أو كما قال عنهم بعض المراقبين المحللين للحركات الإسلامية، هؤلاء عباءة محمد بن عبد الوهاب على بدلة سيد قطب. جميل التعبير. يعني الظاهر سلفيين ولكن من الداخل قطبيين. تبع الإخوان. هم يمثلون الجناح القطبي في الحركة الإخوانية، اللي هو الجناح التكفيري. حركة سيد قطب. بس أنا معك، بس هم مشاهير جدا يا فضيلة الشيخ. يعني الإشكالية إن هم مشاهير بينقاد لهم العامة بشكل عجيب. اتفضل كمل. أنا أقول لك بارك الله فيك.
هذا الاتجاه السروري، الاتجاه القطبي، المنهج القطبي، منه نبعت وخرجت حركات التكفير في العالم الإسلامي. سيد قطب يقنوم الخوارج في هذا الزمان، في كتابه الظلال يكفر الحكام، يكفر حتى المؤذنين الذين يؤذنون، يقول عن مساجد المسلمين في سورة يونس معابد الجاهلية. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا موجود. إيه صحيح. وإن أنكروه موجود. وهو كان المادة الفكرية لجماعة التكفير والهجرة شكري مصطفى، على كتبه تربوا وعلى كتبه درسوا، وهذا باعتراف القرضاوي في أولويات الحركة الإسلامية. اعترف بأن الحركة التكفيرية في العالم الإسلامي خرجت من كتب سيد قطب. سيد قطب نعم، لا فعلا القرضاوي هذا باعترافهم. فهذا حركة القطبية السرورية هي جناح من أجنحة الإخوان المسلمين. هؤلاء الشباب الذين ذكرت أو لم تذكر في اسكندرية أو في القاهرة أو في غيرها أو في السعودية، ما يسمى بمشايخ الصحوة، هم على هذا المنهج، هم على هذا المنهج، ليسوا بسلفيين وإن تسموا بسلفيين. وأنا كان التقيت بمحمد حسان في أمريكا قبل 10 سنوات تقريبا، وكان معه أبو إسحاق الحويني، ونحن على الإفطار جلسنا وتكلم عن الجماعات، عن الحركات، عن الإخوان والتبليغ والتحرير. فأنا قلت هذه من الفرق. فغضب وخرج من المجلس، قال أنت تقول عنهم في النار؟ قلت أنا ما قلت عنهم في النار، ولو قلنا يعني أحاديث الوعيد يجب أن تفهم على فهم أهل السنة، ليس معنى أنه قال في النار يعني أنه خالد مخلد في النار جهنم. غاضب وخرج. قد يكون مرتكب كبيرة، قد يكون خلود مؤقت مش مؤبد. وشنوا علينا، وكانوا يتكلمون على شيخنا الألباني رحمه الله، وكان أحدهم هنا في مصر وهو محمد بن عبد المقصود، كان يقول عن الشيخ الألباني جهمي. فالسلفيون يعرفون بعلمائهم، برجالهم، بمتبوعيهم. هؤلاء السلفيين يعرفون بعلمائهم. أما أن يتهم العلماء بالإرجاء، ويتهم العلماء بالجهمية، ويتهم العلماء الذين عليهم مدار أهل السنة في هذا الزمان، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم، هؤلاء هم أعلام أهل السنة في هذا الزمان. نعم. اجتمعت عليهم الموافق والمخالف، اجتمعوا عليهم، فيقال عنهم جهمية. وكان لهم لقاءات مع التكفيريين، وأنت تعد القاهرة وتعرفها، مع فوز السعيد سيد العربي ومع مثل هؤلاء. لا، والغريب يا فضيلة الشيخ ان احنا رصدنا مقطع لمحمد حسان بيقول انت خليك مع الكتاب والسنة، جماعتك هي جماعة المسلمين كلها، لا نسألك عن جماعات، ما تقولش إخواني ولا تقول أنا تبع الجماعة السلفية أو تبع كذا وكذا، ده بصوت محمد بن زيو على قدر بصوت. لكن اللي حصل من كل هؤلاء اللي كانوا بيتهموا المشايخ سواء الشيخ الألباني أو غيره، كلهم أوقعوا الأمة في الديمقراطية ودافعوا عنها، واعتبرونا احنا اللي بنقول لهم ان الديمقراطية ديت مخالفة للشريعة الإسلامية، وان ده مش مسلك شرعي، وان ده يؤدي إلى فتن، وان احنا تنازلنا ونزلنا، قالوا هي لعبة ننزل نلعب معاهم. لا، الشرع مش كده. ساقوا الأمة إلى ما وقعت فيه الآن، وخصوصا في مصر فيما يتعلق بالأحداث الجارية، لأن أنا بعتبر صراحة هم المسؤولون عن هذه الأحداث عندنا في مصر. ولذلك أنا بقول لأن احنا بنحاول نبين للبلاد الأخرى اللي لسه ما حصلش فيها الفتن، أو الفتن على مشارف الظهور، أو إنها تجتاح بلاد زي ما عند فضيلكم ربنا يحفظ الأردن ويحفظ السعودية كل بلاد المسلمين، إن يعني حتى على الأقل لا تتكرر هذه التجربة اللي موجودة من هؤلاء المشايخ. فكل من يعني دعا بمثل دعوتهم في مثل هذه البلاد ينبغي للمسلمين ان هم يحذروا ولا تتكرر المأساة مرة أخرى يعني. نعم. بالنسبة لموقفهم الأخير من الثورة أو ما يسمى بالثورة، كان موقف مخزي للأسف. أولا منذ 30 سنة وهم ظاهرهم معنا في قضية المنهج
لا يجوز الخروج على ولاة الأمر. أي هم قالوا كده، نعم. فلما سنحت لهم الفرصة خرجوا. أخرجوا ما يسمى بالمراجعات، كأن ثوابت المنهج السلفي بحاجة إلى مراجعات، تقليدا للجماعة الإسلامية وتقليدا لغيرها من الحركات، تقليدا للخوارج. هذه أول نقطة. هذا مطعن ومقتل في منهجهم. كان الإمام مالك رحمه الله يقول: أنا على بينة من أمري، أنا على بينة من أمري، وإذا جاءه مجادل يقول: اذهب إلى شاك مثلك، أما أنا على بينة من أمري. فنحن على بينة من أمرنا. هذا ما أجمع عليه علماء السلف، إجماع. نقل أكثر من 13 عالم، ذكرت إجماع نقلهم الإجماع في كتاب قرة العيون. إجماع أهل السنة على هذا. هذا أولا. الأمر الثاني: ديمقراطية. ديمقراطية كما يقول أصحابه هي لعبة. يذكر عن هيرتز تشرشل رئيس وزراء بريطانيا أيام الثورة المصرية، لما قامت الثورة، قال: ماذا يريدون عن المصريين؟ قال: يريدون برلمانا ودستورا. مشكلتنا اليوم برلمان ودستور. قال: أعطوهم لعبة يتلهوا بها. واحد مفكري أمريكا يقول عن الديمقراطية: الديمقراطية هي اللعبة التي نقدمها للشعب عندما نريد الشعب. واقع بحذافيره. فأولا الديمقراطية ليست شرعية، هي نظام غربي مستورد. وأنا أقول دائما: الذي يستورد ويلبس المستورد إما أن يكون الثوب فضفاضا فيثير السخرية، أو يكون ضيقا فيظهر عورته. نعم. يستبدل ثوبا ألبسه الله بثوب هكذا. ثانيا الديمقراطية لا تعترف بالدين أصلا. ديمقراطية ودين لا يلتقيان. نعم. الديمقراطية عناصر قيامها الحزبية، والحزبية تفتت الأمة. تمام. تفتت الأمة، ونحن نريد جمع الأمة. كيف والله يريدون جمع الأمة بالأحزاب إلا على مذهب ابن النواس: وداوني بالتي كانت هي الداء. أو بالمناسبة دي فضيلة الشيخ، هم التبرير الغريب اللي هم ذكروه من قبل الإخوان أو قبل الجماعة السلفية في اسكندرية والمشايخ كلهم اللي احنا ذكرناهم اللي صاروا إلى الحزبية، عايزين يعملوا الديمقراطية نوع من أنواع الشورى أو في ديمقراطية إسلامية. بس الله يكرمك ويبارك فيك، احنا هناخد بس بعد إذن فضيلتك فاصل ونرجع للحديث على النقطة دي لأهميتها في تنوير شباب الأمة الإسلامية بالعقيدة الصحيحة والتبصير بالواقع حتى لا نقع في مثل هذه الفتن. نور الله قلبك. الله يحفظك. نور الله قلبك. جزاكم الله خير. إن شاء الله عز وجل فاصل وهنرجع لكم مع فضيلة الشيخ سليم الهلالي بإذن الله تبارك وتعالى، فانتظرونا. الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بمشاهدي قناة البصيرة الفضائية. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. قبل الفاصل كنا نتحدث مع فضيلة الشيخ سليم الهلالي، وهو ضيف علينا نرحب به ونسعد به. كنا نتحدث عن قضية تزوير بعض المنتسبين للدعوة، وأيضا بعض أو أغلب الموجودين في جماعة الإخوان المسلمين للديمقراطية كاصطلاح غربي، بحيث يجعلون هذا الاصطلاح مقبولا شرعا أو بمعنى الشورى. يعني أنت رأي فضيلتك إيه في أنت الديمقراطية؟ أنا أعرف أن هي الديمقراطية، لكن مسألة هل ممكن إحنا نقول الديمقراطية مقبولة بمعنى الشورى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. لا شك أن تسمية الديمقراطية بالشورى هو من باب تسمية الأشياء بغير اسمها، وهذا منهج لبني إسرائيل. نعم. منهج صناعة الحيل، يسمون الأشياء بغير اسمها. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أمتي يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها. غير اسمها. نعم. فهذا باب
عظيم من أبواب الحيل على الشرع. تسمية المنكر بأسماء براقة، تسمية المنكر بأسماء شرعية، تسمية المنكر بأسماء قريبة من النفس والذهن والروح حتى تخدع الناس. هذه الديمقراطية التي يتغنون بها هي السنوات الخداعة التي أخبر عنها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أنس وأبي هريرة وعوف بن مالك رضي الله عنهم: إن بين يدي الدجال سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق بالناس الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أولا، إذا نظرنا إلى هذا الحديث وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل رسالته صلوات الله عليه وسلم، نجد هذا ينطبق على الديمقراطية. فهي خداعات باطنها ظاهرها من قبله الرحمة وباطنها من قبله العذاب. نعم. باطنها من قبله تشتيت الأمة، باطنها من قبله تفريق الأمة، باطنها من قبله جعل الأمة شيعا أحزابا. نعم. وهذه بالمناسبة الديمقراطية إذا كانت بهذا المعنى هي من صناعة فرعون، هي من ابتداع فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ديمقراطية صح. لا تقوم الديمقراطية إلا بالحزبية. والحزبية يعني شيع، كل حزب من لديهم فرحون. إذا سقطت الحزبية سقطت الديمقراطية، سقطت الديمقراطية. ثم ترى المرشح أو الناخب أو الرويبضة تافه يتكلم في أمر العامة، يتكلم في أمر الناس، يكون محكوما عليه بجنحة، يكون محكوما عليه بسرقة، يكون محكوما عليه باختلاس، يكون محكوما عليه، فتراه يتكلم في أمر العامة ويصدق ويؤتمن، بينما الناصح الأمين يكذب ويخون. هذا الواقع فعلا في الشيعة. بينما الشورى هي الشورى التي مدحها الله ومدح جيل الرسول وجيل أصحابه: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. الشورى مرجعيتها إسلامية 100%. الديمقراطية ليس مرجعيتها دينية، بل هي لا تقبل الدين أصلا، لا تقبل. الديمقراطية والدين لا يجتمعان، الديمقراطية والإسلام لا يجتمعان. لا يمكن. نعم. ولا يمكن للعلمانيين أو الطرف الآخر يقبل بالإسلاميين، وهذا ما نشاهده في الآن، رغم أن ظاهر هذه الانتخابات أفرزت الإسلاميين وجاءت بالإسلاميين، فهؤلاء لا يرونهم ولا يريدونهم حتى لو تنازلوا عن كل شيء بقي لهم من الدين ما قبلوه. فالشورى معناها أن يشاور الحاكم أولا أهل الحل والعقد. تمام. فهل النواب أو مجلس النواب أو مجلس الشورى هم أهل الحل والعقد في المجتمع؟ الشورى أن يشاور الحاكم أهل الحل والعقد في الأمور التي ليس فيها نص. الآن هم يطرحون التي فيها نصوص وفيها ثوابت على التصويت. التصويت. نعم. دستور حتى لو كان إسلامي، حتى لو كان في الحدود وفي الثوابت الشرعية هذا يصوتون عليها. فشتان ما بين الشورى الشرعية والديمقراطية اللاتينية الإغريقية الوثنية. الله يكرمك ويبارك فيك فوت الشيخ. فلا يخدع المسلمون بهذه التسميات، ولا يخدع المسلمون بتحافت الإسلاميين على الديمقراطية. وبالمناسبة فقد أنا كتبت كتابا قريبا إن شاء الله سيصدر سميته نقد الديمقراطية وتهافت الإسلاميين. ممتاز. نعم. نسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. ربنا يبارك فيك فوت الشيخ. طيب فوت الشيخ بقى، بعد الحديث عن موضوع الإخوان، احنا عايزين نصيحة لطلبة العلم اللي هم الآن عايشين في أمر واقعي مع الواقع اللي هيمن فيه الإخوان المسلمين عندنا في مصر بالذات. عارف مصر فيها كتلة
يعني سكانية كبيرة وأعداد كبيرة من المسلمين. طلبة العلم يعني في حيرة الآن وفي شتات، بعدما كان يظن أغلب الناس في الدعاة اللي هم انساقوا خلف الحزبية وخلف الديمقراطية، فكثير منهم أصبح في نفسه يعني تردد وحيرة، ويحتاج إلى نصيحة وتوجيه في هذا المجال. نعم. ففضلتك يعني خصوصا الشباب اللي هم عندهم حماس إسلامي وعندهم رغبة في الإسلام، عرفوا دلوقتي أن القضية الديمقراطية مش نافعة والحزبية ما تنفعش، والمشايخ اللي جروهم من هذا الباب أوقعوهم في فتنة يعني. فاحنا عايزين نصيحة من فضلتك لهم يعني بالنسبة لإخواني وأبنائي الشباب طلاب العلم، فأقول سواء حكم الإخوان أو حكم العلمانيون أو حكم، فهم سيحكموننا بغير شرع الله. ولذلك نحن إن شاء الله لا نلتفت لهؤلاء لأمرين. لأن الأمر الأول، الواجب علينا أن ننشغل بواجب وقتنا، والانشغال بواجب الوقت فيه فوائد. أولا أنك تعبد الله بهذا الواجب في هذا الوقت، وهذا الواجب يكون عونا لك لما سيأتي. نعم. فواجب وقتنا هو طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله على بصيرة، وتربية مجتمعاتنا على هذا الإسلام المصفى، صفاء العقيدة، سواء صفاء العقيدة، سواء صفاء المنهج، سواء صفاء السلوك والأخلاق. وأنا أقول لابد أن يتمثل الإسلام فينا سلوكا وأخلاقا، لأن تأثير الأخلاق له تأثير قوي على الناس. فإن الناس لا يسعهم الأموال ولا يسعهم شيء آخر، يسعهم الأخلاق. بلاد من أعظم بلاد المسلمين الآن فتحت بأخلاق المسلمين، بأخلاق الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. والأخلاق جزء من منهجنا، جزء من عقيدتنا، جزء من ديننا، بل هي من متممات الرسالة النبوية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلو كان عندك صفاء عقيدة وصفاء منهج وما عندك أخلاق لا ينفعك هذا. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول هو سيد من دعا إلى العقيدة وسيد من دعا إلى المنهج، ومع ذلك يقول الله له: لو كنت فظا غليظ القلب لانفض أصحابك من حولك. فنحن بحاجة أولا إلى سلامة العقيدة، سلامة المنهج، سلامة السلوك والتربية، لأن هذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم: التعليم والتزكية، أو الالتزام بأحكام العبودية والأحكام الشرعية التكليفية على وجه الكمال كما دعا نبينا. نعم، والالتزام بالدين، هذا المقصود. نعم. هذا أولا. الأمر الآخر: لا يلتفتوا لما يجري، لأن ما يجري سيؤول إن شاء الله عاقبته إلى خير إن شاء الله، لخدمة الدين والإسلام والمسلمين. فإن الإسلام كما أخبر ربنا وكما أخبر رسولنا وكما ثبت ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله، ويشهد بذلك السنن الكونية والشرعية، أن العاقبة لهذا الدين، وأن العاقبة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو الذي سيحكم الأرض مشارقها ومغاربها. فنحن يجب أن نسير على هذا المنهج الدعوي العلمي التربوي الإصلاحي، نهيئ الناس لهذا العظيم، لهذا الحدث الكوني العظيم، لأننا نريد أن الإسلام يكون أنصاره من أهله. نعم. أنصاره من حملته، أنصاره من دعاته. لا نريد أن نستورد الإسلام من يحميه ومن يدافع عنه. الله يبارك فيك. أنا في ما يتعلق بهذه النصيحة الغالية اللي فضلتك تقدمها، نظرا لاختلاط الأمر بما حدث من الفتن من دعاة الفتنة ودعاة الحزبية، الآن نصيحة فضيلتك للشباب: لو دعا دعاة الفتنة أو دعاة البدعة أو دعاة الحزبية زي اللي دعوا مثل الشيخ حسان وعبد المقصود وبعض الإخوان الشباب إلى النزول في المظاهرات مرة أخرى بحجة أن هم ينصر الإسلام والمسلمين، أو حتى دعا الجماعة اللي هم في السعودية أو في دول الخليج
اللي هم الموجودين زي سلمان أو عائض أو غيره أو العريفي الناس إلى الوقوف في مظاهرات أو شيء من هذا القبيل تحت مسمى نصرة الإسلام، وبنفس الحجج اللي احنا بنقول فيها إن هم يعني الأمة لابد أن تنصر دينها. فلو كانت هذه المظاهرات وهذا الطريق والثورات سبيل لهؤلاء في الدعوة، نصيحتك لفضيلتك للشباب يستجيبوا لهم ولا نحن أولا كلام علماؤنا ومشايخنا رحمة الله عليهم وجزا الله من كان حيا منهم خير الجزاء أن هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات وهذه الإضرابات هي منهج مستورد، ليس منهجا إسلاميا في التغيير. ومخالفة صريحة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهي مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله، والشواهد والأدلة على ذلك لا يستطيع تقصيها في هذا الأمر. وكثير من الأحاديث والآثار التي يرونها ويستدلون بها ضعيفة ولا تصح، مثل خروج عمر وحمزة على رأس كل واحد على رأس صف والتكبير والتهليل، هذا أثر لا يصح عن النبي ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، هذا من حيث هل خروجهم حقيقة لنصر الشريعة؟ هل نحن نحكم بالشريعة؟ هل نحن نحكم بالإسلام؟ الدستور الذي يوضع الآن ويصوت عليه ويقال ندافع عنه، هل هو إسلامي؟ هل هو شرعي؟ ما نسبة الشريعة فيه؟ بل هو لمحاربة الشريعة. فإذا عملهم أصلا غير مشروع من أصله، وثمرته غير مرجوة التي يدعون لها. فإذا وقتهم وجهدهم ودماؤهم أيضا قد تكون هدرا. نعم. والمسلم لا يعبث بوقته ولا يضيع ساعات عمره، لأن العمر والوقت هو أغلى ما يملك الإنسان. الوقت هو الحياة، وقتك حياتك، ثواني ساعات دقائق عمرك، فيجب أن تنفقها في قال الله قال رسول الله قال أصحاب رسول الله. تجلس في مجالس أهل العلم تتعلم دينك، تتعلم عقيدتك، تتعلم ما يحل لك وما لا يحل لك، ما هو الواجب عليك، الفرض العين. كثير من الناس يخرجون مظاهرات يضحون بدمائهم وهم لا يحسنون الوضوء، لا يحسنون الصلاة، فضلا عن الاعتقاد الصحيح الذي ينجيهم عند الله تبارك وتعالى. الله يحفظك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبنائنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين إلى أن يحذوا حذو منهج سلفنا الصالح في التعليم، في التربية، في الدعوة، في الصبر على هذا الدين، حتى يعني يصدقنا الله وعده، ونرجو الله أن يكون على أيدينا. أنا أحببت بس أن الشباب يسمعوا فضيلتك ويسمعوا نصيحة فضيلتك. صحيح احنا اتكلمنا في الكلام ده كتير على قناة البصيرة، لكن طبعا الشيخ سليم الهلالي كلامه شباب مصر وشباب الأردن وشباب السعودية والدول اللي بيسمعونا الآن في كل الدول العربية والإسلامية، ده ما فيش حد من أهل العلم إلا وسيتفق معنا تماما على إن كلام النبي عليه السلام في البعد عن الفتن والدعوة إلى عدم المشاركة في مثل هذه الفتن هو أسلم لطالب العلم في أن يهتم من الناحية العلمية، يتعلم علم العقيدة، علم الحديث، علم الفقه. واجب الوقت اللي فضلتك أشرت إليه في أن ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فلينشغل بأن يصلح نفسه أولا، وربنا سبحانه وتعالى هيهيئ الأسباب لإصلاح العالم الإسلامي بأسره. طيب في حاجة فضلتك عايز أضيفها؟ اتفضل. أنا أقول لأبنائي وبناتي أخواني، هذا الكلام ليس من كيسنا وليس من اجتهادنا، هذا أولا الكلام عليه نصوص شرعية من كلام ربنا وكلام رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خبرة سنوات في حقل الدعوة إلى الله. نحن عاصرنا حركات كثيرة وعاصرنا جماعات كثيرة واختلطنا بأحزاب كثر وعرفنا ظاهرهم وباطنهم، ونحن في هذه الدعوة السلفية الآن لي في الدعوة السلفية 40 سنة ما شاء الله. تعرفت على شيخنا الإمام الألباني
سنة 1393 هجري، والآن 1434 هجري. 40 سنة قضيتها في هذه الدعوة المباركة، والتقينا بكبار علمائنا، التقينا بالشيخ ناصر وعلى أيديه تربينا، والتقينا بالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وكبار أهل العلم في المشارق والمغارب، كلهم على هذا الأصل. نعم. حتى كنت أقرأ في ترجمة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وهذا من النوادر التي أذكرها لأهل مصر، أنه في ثورة عرابي الثورة المصرية أفتى بعدم المظاهرات لما رأى منها اختلاط الرجال بالنساء، ولما رأى من أنها لا تخدم الدين، وقال ما هكذا ينصر الدين. وهذا من علماء أهل مصر، علماء التوحيد وعلماء السنة رحمة الله عليه. فيا ليت أتباعه ولا ليت تلاميذه يسيرون على منهج شيخهم. نعم، الله يحفظك ويبارك فيك. احنا يعني دلوقتي نظرا لان وقت فضيلتك في مصر ضيق ومش كبير، يوم ولا اتنين، فاحنا عايزين بقى نعرف حاجة خاصة بالشيخ سليم في تاريخه مع الشيخ الألباني، وتاريخ التأليف وبداياته حتى وقتنا هذا. واسمح لي طبعا في انها ناخد كمان لقاء آخر فيما يعرض من شبهات أو انتقادات البعض أو بعض الملاحظات اللي وجهها كثير من طلاب العلم أو بعض الشيوخ للشيخ سليم. وإحنا بنتكلم بصراحة وشفافية، لأن أولا الشيخ سليم ما فيش حد معصوم ولا في حد بيدعي نفس العصمة، لكن قد تصار شبهة هي ليست في الأصل شيء وتضخم القصد منها تشويه صورة المشايخ. وبعدين حتى لو إن قد يكون أنا شخصيا الواحد يخطئ في بحث، يخطئ في شيء، يخطئ في نقل، لكن هذا لا يعني ان احنا نسعى الى ان يسقط بعضنا البعض. نعم. فاحنا عايزين الاول كده عشان المشاهد في العالم الاسلامي يتعرف على الشيخ سليم. طبعا هو غني عن التعريف، لكن انا بتكلم على انت بقى، منك انت نسمع تاريخ الشيخ الألباني وتاريخ علاقتك بالشيخ الألباني كواحد درست عنده وتعلمت منه، وبعد كده المؤلفات اللي ربنا فتح بها عليك الآن تقارب أكثر من 200 أو تزيد. فيعني الأمور دي كلها عايزين نفصلها والناس تعرفها، فيعني وبصدق وشفافية. يعني انت عارف يا الشيخ سليم، احنا نتمنى أن تجتمع الكلمة وأن كل المشايخ يكونوا على قلب رجل واحد، وإحنا في قناة البصيرة والله بنسعى إلى ذلك. يعني أنا حتى في القناة مش معنى أن أنا بطلع عليها فترة طويلة إن أنا بستأسد بها أو كده أبدا، بل أتمنى أن كل المشايخ اللي على منهج السلف الصالح يتوحدوا فيما بينهم ويكون في كلمة سواء تجمعنا وهي رفعة الكتاب والسنة، وهذا ما نحسبه ونظنه في إخواننا كلهم. يعني فعايزين بقى كلامك مع الشيخ الألباني، قصة الشيخ الألباني في الأردن مع طول رحمه الله. نعم. بالنسبة لما ذكرت أنا أؤيدك في هذا يعني بكل وضوح. أنا أتكلم بوضوح، الله يحفظك، وظاهري وباطني كظاهري. وأنا أقول في هذه المناسبة أي إنسان انتقدني أو اتهمني أو كتب عني أو تكلم عني، إن كان مستعدا للنقاش، كان مستعدا للمحاورة، فأنا على أتم الاستعداد. الله يجزيك. وأنا أرسلت لهم جميع اللي تكلموا عني، أنا قلت مستعد أتيكم في دياركم، من كان في مصر أنا أتيه في مصر، ومن كان في السعودية أنا أتيه في السعودية، ومن كان في آخر الدنيا أنا أتيه في الدنيا، أنا أتيه. وإن كان عنده الدليل الذي يدينني أنا أتوب إلى الله أمام الملأ. الله يحفظه. وإن كان ليس عنده إلا الوهم والتخيل فأنا مسامحه أولا، ولكن من تمام الإصلاح أن يبين للناس. نعم. ونحن قوتنا في أمرين.
ليس في مال ولا في جاه، وإنما في وضوحنا وتميزنا، الله يبارك فيك. في وضوحنا وتميزنا، ونسأل الله أن نلقى الله ونحن واضحين وضوح الشمس متميزين كما أراد لنا نبينا محمد صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. فأقول بالله التوفيق، معرفتي بالشيخ الألباني بدأت في 1393 هجري. 93 93 هجري. 93 يعني 1973 ميلادي. 1973 ده في حرب أكتوبر. كان الشيخ رحمه الله يأتي إلى الأردن، وكانت له بنت قد تزوجها أحد إخواننا من أهل الأردن واسمه نظام سلام سكجها رحمه الله. وكان يأتي الشيخ إلى ابنته كل شهر 3 أيام، كل شهرين وهكذا، فكان نجلس في بيت صهره نحضر مجالسه رحمة الله عليه. رحمه الله. في هذه الفترة انشق جماعة من جماعة الإخوان المسلمون، تأثروا بكتب سيد قطب، وأطلقوا على أنفسهم طليعة البعث الإسلامي. كانوا من تلامذة الشيخ الألباني؟ لا، كانوا من الإخوان. من الإخوان. وكان الشيخ رحمه الله يأتي شعب الإخوان ومنازل الإخوان يدعوهم إلى الله، جزء من المجتمع. ما كان في تمايز. لكن الشيخ سليم يعني هل يا سيدي سمعت لا، الشيخ الألباني ما كان تبع الإخوان؟ لم يكن الشيخ الألباني في يوم من الأيام من جماعة الإخوان المسلمين. وبهذه المناسبة أقول الشيخ الألباني كان في دمشق، وكان الإخوان في سوريا في 1969 انشقوا إلى قسمين. قسم اللي مع عبد الفتاح أبي غدة ومع سعيد حوا، وهذا الاتجاه الصوفي، أو يسموهم إخوان حلب وحماة، وقسم مع عصام العطار في إيش؟ في دمشق. كان الذين مع عصام العطار متأثرين بسيد قطب، لكن متأثرين بدروس الشيخ، فكانوا حوالين الشيخ. حوالين الشيخ. وكان الشيخ لما يأتي للأردن يأتي إلى شعب الإخوان فتحين هيله، يدعو الشباب ويعلم الشباب، لكن لم يكن الشيخ في يوم من الأيام مع الإخوان، حتى أن الشيخ في لقائه مع علي بالحاج ذكر بلسانه قال: حتى يظن الظان أنني منهم ولست منهم. هذا مسجل بكلام نعم. فالمهم كان الإخوان يفتحون له شعبهم ويدعو الجميع إلى الله تبارك وتعالى. فبدأ النقاش بين هذه المجموعة وبين الإخوان، شقوا عنهم، فلم يستطع مفكر من الإخوان في الأردن أن يقفوا أمام الزحف هذا الشبابي، كاد أن يجتاح الجماعة يزلزلها. فما وجدوا إلا الشيخ الألباني يناقشهم، فأرسلوا إلى الشيخ الألباني رحمه الله، وجاء الشيخ وبدأ النقاش بين هؤلاء الشباب وبين الشيخ الألباني. كان الشيخ الألباني يجلس مع هؤلاء الذين تأثروا بفكر التكفير من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يناقشهم. كنا نسمع عنه في المرحلة الثانوية من بعض المتأثرين بهؤلاء تنفير من الشيخ الألباني، فهذا التنفير جعلنا نجلس إلى الشيخ الألباني ونحضر مجالس هذه الشيخ الألباني، فرأينا عالما ورأينا داعية إلى الله ورأينا أسدا هصورا عندما يناظر ويذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال: من تعلم الحديث قويت حجته. نعم. فالمهم ارتبطنا بالشيخ رحمة الله عليه. رجع بالمناسبة رجع جميع هؤلاء الشباب، لم يرجعوا إلى الإخوان وإنما رجعوا إلى السلفية، أصبح جميع هؤلاء سلفيين. فعندئذ غضب الإخوان على الشيخ الألباني وأصدروا بمقاطعته، وأصدروا يعني أوامر كما بينت ذلك في كتاب الجماعات الإسلامية. بدأت علاقتنا بالشيخ الألباني من هذه الفترة وفي هذه الفترة، وبعد 5 سنوات كان الشيخ يلقي دروسا في دمشق، كان يشرح بعض الكتب مثل الترغيب والترهيب وبعض الدروس. كنت أنا أسافر من الأردن إلى دمشق،
وجلست هناك حتى حدثت أذهب آلي حتى حدث الخلاف بين الإخوان المسلمين والنظام السوري في بداية الثمانينات. بعدين الشيخ خرج من سوريا إلى الأردن، واستقر الشيخ في الأردن، ومن يومها ونحن يعني نتابع حلقاته ودروسه ونزوره ويزورنا. فبقيت أنا مع الشيخ تقريبا 26 سنة. 26 سنة مع الشيخ الألباني. والحمد لله معظم كتبي التي طبعت ونشرت كانت على مرأى ومسمع شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه، وكان يثني عليها ويحضنا. ثم هو شيخنا الألباني رحمة الله عليه هو الذي يعني اختارني أنا وبعض الأخوة أن نذهب إلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه كانت تأتي دعوات من الجمعيات ومن المسلمين في أوروبا وأمريكا، فكان يقول ما بقي في الكرم إلا الحطب، يعني هل كان هذا قبل هذا؟ يعني كبر. فانتدبني أنا وبعض الأخوة إلى الذهاب إلى أمريكا، وبقينا نذهب وندعو في أمريكا وأوروبا وكندا، والحمد لله حصل خيرا كثيرا. طبعا أول كتاب ألفته هو كتاب الجماعات الإسلامية، وكان عمري يومئذ 22 سنة 1979 ميلادي، وذكرت قصة تأليفه. ثم تتابعت التأليفات، والحمد لله أن الله نفع بها كثيرا، وكثيرا منها قد ترجم إلى لغات العالمية ويدرس في كثير من وأذكر بهذه المناسبة قصة حدثت معي قبل 3 سنوات أو قبل 2 سنين، يعني 2010 ذهبت في زيارة إلى إخواننا في اليمن، وفي آخر الرحلة اتصل بعض الأخوة من تنزانيا، وكانوا قد حضروا دروسنا في اليمن، فأرادوا أن نذهب إلى تنزانيا. فذهبت هناك، فذهبنا إلى مدينة اسمها موانزا. هذه موانزا توجد على بحيرة فيكتوريا على منابع النيل. فوجدنا هناك وجدت كتابي هناك لماذا اخترت المنهج السلفي يدرسوه باللغة السواحلية. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. لكن يعني أبرز المؤلفات اللي موجودة في فضل الشيخ، يعني إن استطعنا سرد البعض أسمائها أو كده، يعني اللي أنت تتذكرها. أنا أذكر يعني بعض الكتب التي يعني هي انتفع بها عامة المسلمين، لأنه كثير من الكتب ينتفع بها عامة المسلمين، وهناك كتب تخصصية. نعم. فأذكر أن الله سبحانه وتعالى يعني وضع البركة في كتاب موسوعة المناهي الشرعية في ضوء صحيح السنة النبوية، وهو 4 مجلدات، استقصيت فيه كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور النهي، رتبته على الأبواب الفقهية. كتاب التوحيد، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، وهكذا. وقرابة فيه قرابة 3000 حديث، مع شرحها، مع تخريجها، مع استنباط الفقه منه. وكتاب بهجة الناظرين في شرح رياض الصالحين، شرحته على منهج السلف الصالح. وكتاب زبدة الأفهام بفوائد عمدة الأحكام. وكتاب الموطأ برواياته 8، حيث جمعت روايات الموطأ 8 وخرجتها تخريجا دقيقا. وكثير من الكتب الحمد لله انتفع بها المسلمون، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم. أنا عايز أقول للمشاهدين أن أغلب الكتب أو كثير من كتب الشيخ هي حتى قدامي على بعض المواقع موجودة بنسخ مجانية PDF، موجودة وموجودة بروابط، يعني يستطيع أي واحد إن هو ينزلها. وخصوصا كتاب قدامي مؤلفات سعيد حوا دراسة وتقويم. نعم. فتحدثنا برضو عن الكتاب ده، متى ألف؟ هذا ألف سنة 1982. 1900، يعني قبل فترة طويلة. نعم. من اللي هذا الكتاب كان سبب تأليفه أن الشيخ سعيد حوا رحمة الله عليه كان من كبار، يعتبر هو منظر جماعة الإخوان المسلمين، وكان بدايتها بدأ الإخوان السوريين يأتون عندنا في الأردن، وبدأ ينشروا كثير من أفكاره، وهو صاحب فكر صوفي. فجمعت كتبه وعملت عليها دراسة
نصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين. الله يحفظك نعم. ويبارك. يعني هذا ارتبط بدخول الإخوان السوريين عندنا في الأردن، وبدأ النقاش بيننا وبينهم وما شابه ذلك. نعم. طيب فضيلتك في برضه كتاب قدامي اسمه الرد العلمي على حبيب الرحمن الأعظمي المدعي بأنه أرشد السلفي. هذا الكتاب له قصة. الشيخ حبيب الأعظمي أحد علماء الأحناف في الهند ألف كتابا ضد شيخنا سماه الألباني شذوذ وأخطاء، ولم يصرح باسمه، وإنما سمى اسمه أرشد السلفي. وكان قد زار شيخنا في دمشق، وأثناء مناقشته مع شيخنا تبين أنه هو. فقام شيخنا رحمه الله وكتب بداية تأليف، لكن مع الهجرة ومع الأوقات انشغل شيخنا. فلما جاء شيخنا إلى الأردن قام بعض الحزبيين أو بعض المذهبيين أو الصوفيين بطباعة كتاب الألباني شذوذ وأخطاء، ووزعوا منه عشرات الآلاف من النسخ. فذهبت أنا واحد إخواننا نسأل الله أن يهديه إلى شيخنا الألباني رحمه الله، وقلنا نريد أن نرد على أرشد. فقال ما عندي مانع. فبدأنا نقرأ كتاب الألباني شذوذ وأخطاؤه ونرد عليه، نكتب ثم نذهب إلى شيخنا نقرأ عليه. فهذا الكتاب الرد العلمي له 3 أجزاء، طبع منها جزءان وبقي جزءا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر طباعته، وكله قرأناه على شيخنا الإمام الألباني بالحرف والكلمة، كله قراءة ندافع فيه عن شيخنا وعن إمام من أئمة المسلمين، ليس تعصبا له وإنما يرد الإفتاء عليه. وهكذا يجب، أنا أقول يجب على طلاب العلم والتلاميذ أن يذبوا عن مشايخهم، ولا نريد أن نكرر ما قيل الليث أعلم من مالك، لكن الليث ضيعه تلاميذه. لا نريد من طلاب العلم أن يضيعوا مشايخهم. نعم. وهذا ما الحزبيون يذبون عن مشايخهم، المذهبيون يذبون عن مذهبهم بالباطل، فنحن أولى أن نذب عن مشايخنا بالحق والعدل والإنصاف. احنا يفصل قضيتنا المنهج وسلامة المنهج واللي علمونا المنهج. احنا برضو بنقول لابد من أن ندافع عنه. نعم جزء من المنهج. وده جزء من المنهج. نعم. وليس معناه ان احنا هنوافق حد على خطأ حتى لو كان هو لو شيخنا أخطأ انه خطئه. نعم. يعني أذكر يعني هذه من أمور يعني أذكرها وهي وليدة الساعة الآن. ونحن نؤلف كتاب الرد العلمي، جينا إلى حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. شيخنا رحمه الله له بحث متوقف في الحديث، لا يصححه ولا يضعفه. فقلنا لشيخنا رحمه الله يا شيخنا نحن نرى أنه هذا الحديث صحيح، وصححه الإمام أحمد وفلان وفلان. قال أنتم لكم رأيكم، أريدكم أن تبحثوا، تريدكم أن تكونوا خيرا من الألباني. ممتاز. يعني لا تقلدون حتى في الحديث الذي هو إمامه ومحدثه وعالمه، كنا لا نقلده بل نبحث. وأذكر مرة قال لي الشيخ رحمه الله حتى الأحاديث التي أنا خرجتها ابحث فيها، فإن كانت صوابا زدنا صوابا، وإن كان فيها خطأ تعلمنا. ممتاز. رحمة الله عليه. رحمه الله. نعم. فنحن لا ندافع عن مشايخنا يعني مذهبية أو حزبية ونغطي عيوبهم ونغطي أخطاءهم، لا، نحن إن وجدنا أخطاء نصحنا. وهو ده مقتضى التجرد الحق ومقتضى الإخلاص. الإنسان أصلا مع المنهج ومع الحق، وطالما الإنسان بيسعى إلى رفعة الدليل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام والالتزام بسواء السبيل، خلاص احنا أصلا يعني الكل ما فيش يعني الأمور اللي تؤدي إلى عداوات أو إلى مشاكل تؤدي إلى التناحر والتنابز، بل نريد أن نجتمع على كلمة سواء. إذا كان زي ما أنت بتقول حزبيين، يعني إذا كان الحزبيون يجتمعون على باطلهم والناس بيحاولوا وهم عندهم حكاية التوحد في الكلمة، يعني اجتمعوا في المظاهرة الفلانية فالكل بيروح في المظاهرة الفلانية من غير ما حتى بيسأل. احنا بنقول لا، احنا مش عايزين صحيح كده، لكن على الأقل يبقى من باب الإنصاف كل من دعا إلى كتاب الله ولا سنة رسوله نتكاتف معه، وإن كان أي واحد
له أخطاء، فإحنا بشر ما فيش حد معصوم يعني. طيب عندي كتاب برضو لماذا اخترت المنهج السلفي؟ هذا كتاب أردت منه إذا قرأه السلفي أن يعرف لماذا هو سلفي. نعم. وبهذه المناسبة أنقل كلمة لشيخنا عبد المحسن العباد رحمه الله. قيل له إن كتاب لماذا اخترت المنهج السلفي فيه بعض المخالفات المنهجية، فطلب من أحد الطلاب أن يأتيه بالكتاب ويقرأه عليه. وهذه يعني الإنصاف، إنه إذا بلغك إنسان خطأ في كتاب أو خطأ لعالم ما تصدر فتوى مباشرة، تثبت. قال لي الذي قرأ الكتاب على الشيخ، قال فقرأت عليه من البداية إلى النهاية. فقال الشيخ عبد المحسن كلمة ولعلي أذكرها أول مرة بهذه المناسبة، قال هذا الكتاب إذا رأيت حزبيا فاصرعه واقرأ هذا الكتاب عليه. ما شاء الله. هذا الكتاب هو يعني من الكتب الصغيرة حجما لكنها الكثيرة نفعا. فأنا أعلم السلفي ما هي حجج منهجه، ما هي أدلة منهجه، ما هي منزلة منهجه بين المناهج، لماذا اخترنا هذا المنهج، ولماذا صرنا عليه، ولماذا ندعو إليه، ولماذا نتمنى من الله أن يميتنا عليه. يا الله جميل جدا. وبعدين يا شيخ سليم في حاجة مهمة جدا بقولها لطلبة العلم وبنقولها لكل إخواننا، يعني ما فيش كتاب معصوم غير كلام الله عز وجل، غير القرآن طبعا. وبعدين أي واحد قد يفهم من لوازم القول اللي موجود في كتابي أو في كتاب الشيخ سليم أو شيء من هذا القبيل إن يعني في شيء أنا ما تدركته أو ما انتبهت له. صحيح. فالمفترض يكون النقد نقد يؤدي إلى البناء وإلى التكامل وليس إلى الهدم والتفاضل بحيث أنا بس وغيري. ولذلك حتى فيما يتعلق بقضيتنا احنا في موضوع الأسماء الحسنى كثير من إخواننا بيتكلم فيها من غير ما يقرأ أو حتى قرأها قراءة هامشية بدون ما يرجع حتى للمؤلف يعني. لكن أيا كان ديت يعني مسألة بنقول فيها أي واحد صادق بيبان على طول في كلامه أنه يرغب الحق ويريده ولا يريد سواه. أيضا في بعض الكتب عندي معالم المنهج السلفي في التغيير منتخب من كلام شيخ الإسلام الإمام. هذا كتاب جمعت فيه كلام خلاصة كلام شيخنا في التغيير. المقصود به التصفية والتربية. يعني هذا من كلام شيخنا جمعته ونسقته وجعلته كتابا. الله يكرمك. حديث الإفك برضو ده تحقيق هذا نعم إمام الحافظ ابن قدامة المقدسي عبد الغني المقدسي. نعم له جزء لطيف في حديث الإفك فحققنا وزدنا عليه بعض طبعا تكلمت على موسوعة المناهج الشرعية في صحيح السنة النبوية مرتبة على الأبواب الفقهية يعني. صراحة والله أنا قدامي مجموعة كتب، لكن كتاب البدعة وأثرها السيء في الأمة للشيخ سليم أو أسامة أبي أسامة سليم الهلالي. أيوة كتاب البدعة وأثرها أيضا هذا من الكتب الأولى في أول ما يعني كتبت يعني. من في الثمانينات كتبته، ونتناول فيه قضية البدعة بحيث يفهمها الإنسان العادي، بحيث يعرف ما هي البدعة وما خطورتها وما آثارها. ما شاء الله ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ. لأنه كما نحن أمرنا باتباع السنة أمرنا باجتناب البدع. طيب هل من ترتيب زمني يستطيع الإنسان يرجع له في تسلسل المؤلفات ممكن عن طريق سنة الطبع. لا يعني فيش في الموقع عندكم حاجة؟ لا ما في لحد الآن، أما بعض الأخوة يقوم على ذلك. بعض تلاميذنا يقوم على ذلك إن شاء الله. طيب عدد الكتب يا فضيلة الشيخ اللي أنت ألفتها الآن الذي يعني التي طبعت 220 كتاب. 220 كتاب. ربنا يجعله ميزان حسناتك ويبارك فيك. ويعني في الحقيقة احنا يعني سعداء
بوجود فضيلتك معانا، وإن كان فيه بقى طبعا بعض الحاجات علشان عامة المشاهدين والقاعدين متربصين وهم كثير، خد بالك إزاي، نحاول مع فضيلتك في حلقة يعني قادمة إن شاء الله، ما في مشكلة، إذا يسر الله عز وجل. إذا جعل الله في العمر بقية. نعم، هنتكلم فيها أمور بشفافية ونرى ما عندهم. وطبعا فضيلتك طبعا أنت زي ما قلت على استعداد لأنك أنت ما عندنا شيء. هذا الحمد لله ظننا بكل إخواننا إن شاء الله الراغبين في الحق بإذن الله، وتتآلف النفوس وتأتلف القلوب على طاعة الله عز وجل. فبإذن الله تعالى حلقة حول هذه القضية وكل ما أثير فيها. وفضلتك يعني أسعدتنا بهذا. الله يحفظكم ويبارك فيكم. وإحنا يعني والله سعداء في مصر. إذا سمحت لي كلمة أخيرة. تفضل. هذه الكلمة أوجهها لإخوان السلفيين في العالم. أنتم خلاصة المسلمين. نعم، وأنا معك فيها. وخلاصة المسلمين لا يجوز أن تتنافر، لا يجوز أن تتناحر، لا يجوز أن تتفرق، لا يجوز أن يهدم بعضها بعضا. لا بد أن نتكامل، لا أن نتآكل. لا بد أن نتعاون على البر والتقوى، لا بد أن نتواصى بالحق، لا بد أن نتواصى بالصبر، لا بد أن نتواصى بالمرحمة، لا بد أن يسعى بعضنا بعضا. أنتم خلاصة المسلمين ومنهجكم هو الإسلام الذي أنزل على محمد. فإلى متى هذا التنافر وهذا التدابر وهذا التخالف؟ عودوا إلى منهجكم الذي أمركم بالاجتماع، عودوا إلى منهجكم الذي يأمركم بالاتحاد، عودوا إلى منهجكم الذي يأمركم بأن تكونوا كالجسد، عودوا إلى منهجكم الذي فيه رفعتكم فيه عزكم. فما عرفتم إلا بهذا المنهج، فإذا نصرتموه نصركم الله، وإذا خذلتموه فلا تلوموا إلا أنفسكم. كل من خدم منهج النبي كان له حظ من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وكل من أدبر عن منهج النبي كان له حظ من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. انتبهوا لما يخطط لكم وينكر لكم ويدبر لكم بالليل. الدعوة السلفية هي بيضة القبان في السياسة العالمية الآن، إن لم تعرفوا قيمتها. هي بيضة القبان في السياسة العالمية. الله يجزاك الخير. فعودوا يا إخواني إلى ألفكم وإلى مودتكم وإلى محبتكم. تذكروا ما كان عليه مشايخكم، الإمام الألباني، الإمام ابن باز، الإمام ابن عثيمين، الشيخ مقبل رحمة الله عليهم. اختلفوا في المسائل، في الصلاة، في الزكاة، في الأحاديث، لكنهم كانوا متحابين متآلفين، كانوا يذبون عن بعضهم ويدافعون عن بعضهم ويحمون غيبة بعضهم. فارتفع ذكر السلفية في العالمين. أختم هذه الحلقة إذا أذن لي أستاذنا الحبيب وأخونا الكريم. سنة 1998 ذهبت إلى إحدى الجزر في المحيط الكاريبي، بحر الكاريبي، جزر البهاما. فلما نزلت في مدينتها العاصمة ناسو، استقبلني الأخوة هناك، كان هناك مؤتمر لهم. فأسأل الأخ عبد الرشيد ذكره الله بخير، قلت كم السلفيين في جزر البهاما؟ قال لي 400 عائلة. قالت له كم المسلمين؟ قال هم 400 عائلة. يعني المسلمين في جزر البهاما كانوا كلهم سلفيين. أتعرفون كيف دخلت الدعوة السلفية إلى جزر البهاما؟ لقد دخلت بواسطة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني. قال جاءنا رجل من خريجي الجامعة الإسلامية وبدأ يقرأ لنا هذا الكتاب، فدخل الناس في دين الله ودخلوا في السلفية. انظروا، كتاب ألف بإخلاص
ألف دفاعا عن سنة الحبيب مصطفى محمد صلى الله عليه عليه وسلم، الصلاة والسلام. نفع الله به في مشارق الأرض ومغاربها. فكيف لو أخلص الجميع؟ نعم. سنرى البركة، ربنا يبارك بركات من السماء والأرض تفتح علينا. إخواني، لا يصح إلا الصحيح. دعوتنا لا تقبل القسمة، دعوتنا لا تقبل القسمة، ولا تدعو إلى القسمة، ولا تدعو إلى التدابر ولا التآخي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على قناة البصيرة إلى ما يحبه ويرضى، ربنا يبارك فيك وأن يثبتهم على هذا المنهج الصافي، الله يحفظك ويبارك فيك، وأن يكتب لها الاستمرار، وأن يجعلها شوكة في حلوق أهل البدع والأهواء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياهم بمدده الذي لا ينقطع. الله يحفظك ويبارك فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أضم صوتي إلى صوت الشيخ سليم في ضرورة الاتفاق وعدم الافتراق، وخصوصا بين دعاة السنة. احنا طبعا دعاة البدع احنا بنحذر منهم، لكن احنا بنقول دعاة السنة على الأقل ينبغي أن يكون فيه تآلف ومودة ومحبة جامعة، وهذا ما نحسبه فيه. يعني ده الأساس، أن يكون الحمد لله نقاط البصيرة ربنا يجعلها منفذ ومنبر دعوي لكل من أراد أن يرفع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إن شاء الله على وعد من الشيخ سليم إن شاء الله يكون في حلقة أخرى نتكلم فيها بالتفصيل حول القضايا التي من الضرورة أن نتكلم فيها حتى لا يتكلم فيها الآخرون من خلفنا، إنما نعرضها بشفافية وصدق، والشيخ مستعد لذلك. وأنا نفسي يعني حبيت أنني أقول له الكلام ده يتكلم به على أساس اللي ما انتشر على المنتديات أو غيرها الشيخ يرد هو بنفسه، وإحنا دورنا نوصل الرسالة بشفافية وصفاء. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الشيخ. ومرحبا مرة أخرى قلت الشيخ وسعدنا بك، ونلتقي على خير. حياكم الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، سبحانك أشهد اللهم أن لا إله وبحمدك، إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.